شوف القوام بتاعها بقى، شايفين ما شاء الله القشطه. طبعا الناس اللي عامله دايت ممكن تشيل ايه القشطه اللي فوق كده. الله قشطه كتيره دي كلها قشطه. نجيب زبادي من تحت كده بقى. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. في ناس كتيره سالتنا عن مكنه الزبادي دي بتجيبها منين وبكام. مكنه الزبادي دي موجوده عند اي واحد بيبيع ادوات منزليه. يعني المكنه دي عندي دلوقتي بقالها 9 سنين. كنت جايباها 250 جنيه، دلوقتي بكام انا معرفش يا حبايبي، بس هي ما شاء الله ممتازه. اسمها الزهراء، يعني المكنه الاصليه. دي مكنه حلوه قوي، بتاخد معاكي 8 كوبايات ولها قطع غيار. يعني دي الكوبايه بتاعتها الاصليه، فلما طبعا انكسرت مني الكوبايه الاصليه هي لها قطع غيار برضو موجوده عند اي واحد بيبيع ادوات منزليه. العلبه كده مع بعضها فيها 4، هما دول ال4 القطع الغيار انا جبتهم. تبقى كبيره شويه، اكبر من الاصليه نفسها. ولو عندك اي كوبايه ممكن تدخل المكان ده ممكن تحطيها. يعني انا كان ساعات بيبقى عندي كوبايات نفس المقاس ده بحطها، وكانت بتجيب معايا نتيجه حلوه خالص يعني. فما شاء الله ممتازه، يعني انا انصح اي حد يجيبها. في ناس كتيره جابتها ما عرفتش تستعملها كويس. هي بتحط فيها اللبن وتسيبها لمده 7 ساعات، وبعد ال7 ساعات تفتحي على الزبادي بتلاقيه ممتاز. بتحطيه في التلاجة طبعا لمده ساعه ولا ساعتين كده، بعد كده بتلاقيه ماسك و10 على 10 ما فيهاش ولا غلطه والله يا حبايبي. ودلوقتي هوريكم برده تستعمليها ازاي وهتشوفي نتيجه الزبادي معايا ما شاء الله. اول حاجه كده لبن بقري بات، لبن جاموسي المتوفر عندك، ويكون مغلي طبعا. لو هتغليه على طول تسيبيه لما يبرد ويبقى زي دمع العين كده. لو انت غاليه وحطاه في التلاجة طبعا لبن الجاموسي بيديكي نتيجه اجمل واجمل. بس لما تكوني جايبه لبن بقري من مكان موثوق منه بيديكي نتيجه حلوه برده. بتدفي اللبن وتخليه زي دمع العين كده. احطه على البوتاجاز ادفيه وارجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، على ما اللبن يدفى هنحط علبتين زبادي. علبه الزبادي ديت ان شاء الله ب6 جنيه ونص. على ايه انا معرفش، فيها معلقتين. طبعا انت بتعملي خميره الاول بس كده، وبعد كده بتشيلي كوبايه من دي تحطها في التلاجة. تفضلي تعملي منها بقى واحده تسلم واحده. طبعا الكوبايه دي تعمل 2 من دي، لان دي اصلا بتبقى نصها يعني. خلاص كده اللبن دفع هجيبه. الكوبايه دي بتاخد رتل. طبعا حطيت الرتل اهو يا حبايبي. انت بقى لو عايزه تضيفي عليه كريم شانتيه معلقتين كده ولا حاجه بيديكي طعم وقوام حلو قوي. بس انا اكتر الاوقات والله مش بضيف، بس كان متوفر عندي يعني، فحبيت ايه اديله طعم احلى وقيمه غذائيه اعلى يعني. عايزه تعمليها بالفراوله طبعا هتحطي برده معلقتين ايه جيلاتي كده بالايه بالفراوله. عايزاها مسكره شويه هتضيفي برده معلقتين سكر، بس انا هضيف 3 عشان عيالي بيحبوا الحاجه مسكره شويه. نضربهم بقى في الخلاط وارجع لكم تاني نصبهم مع بعض. بتدوها كده. لو لا عايزه سكر بتضيفي لها شويه سكر كمان وترجعي تضربوها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ايه هملي الكوبايات جامد علشان الرغاوه دي. انت بقى اصبري لما الرغاوه دي تهبط خالص وبعد كده صبي. بس انا طبعا عشان بصور وعايزه اوقف الفيديو على طول مش هصبر طبعا، هصب على طول. وبعد كده الرغاوه اللي على وش الكوبايات ده اصلا بتهبط كده. الريتل اللبن بيعمل لك ايه الكميه دي. ممكن تبقي تقللي الريتل يعني ايه معلقتين 3 كده، بس لو انت هتضيفي كريم شانتيه وهتضيفي ايه جيلات، لان الحاجات دي بتزود برده اللبن معاك. نغطي عليها بقى. بصراحه المكنه ديت مريحه جدا. طبعا وصلت لها الكهرباء اهو، وتركناها على جنب كده بعد ما حدش يهزها ولا يجي جنبها خالص لمده 7 ساعات. اللهم صل على سيدنا محمد. هتيجي تبص على الزبادي بتاعتك هتلاقيها 10 على 10. تحطها في التلاجة لمده ساعه وتاكلوا بالهنا والشفا. بصوا يا حبايبي، لما قعدتها في التلاجة لمده ساعه بس طبعا العيال اكلوا ال3 التانيين. بس في حاجه بقى، ودي الكوبايه الزبادي بعد الاصليه 7 ساعات بالظبط. انا بعمل بتاعت منبه المكنه واظبطه الزبادي لونها موحد كده، لان انت يفضل شايفيه بعد 7 ساعات تحطها في لونها احمر التلاجة زي ما هو مباشرة. كده. اما الكوبايه اللي هي جايباها قطع غيار
تلاقي الزبادي باهته فيها كده، مش عارفه ليه. شوفوا اللون ده من اللون ده. شوفوا القوام بتاعها بقى، شايفين ما شاء الله القشطه. طبعا الناس اللي عامله دايت ممكن تشيل ايه القشطه اللي فوق كده. الله، قشطه كتيره دي كلها قشطه. نجيب زبادي من تحت كده بقى. شايفين ما شاء الله الزبادي متماسكه وعامله ازاي وناعمه. شوفوا نوعيه الزبادي من جوه. يا رب تكون واضحه. ما شاء الله على طعمها، والله طعمها اجمل من الجاهزه. نشوف بقى واحده ايه الكوبايات الاصليه كده. بسم الله. شايفين النعوميه ولا مشرشه ولا فيها ميه ولا حاجه خالص، كلها ناعمه بقى ما فيهاش حتت خالص. واعملي الزبادي في البيت افضل لك بكتير. اولا صحيه ما فيهاش مواد حافظه، وكمان بتوفري فلوس وتحافظي على صحه اولادك. وما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت الكيلو اللبن هيعمل لك اكتر من 10 علب زبادي. دلوقتي علبه الزبادي ب6 جنيه ونص وصغيره خالص، يعني علبتين الزبادي ب13 جنيه يملوا كوبايه من دي. تخيلوا بقى انتوا وفرت قد ايه وحاجه كده عاملاها على ايدك وضامنه نظافتها. ربنا يحسن بين ايديكم يا رب يا حبايبي. اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك بالقناه. دمتم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.